السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي مشاهدي قناة سلام حول العالم. أسعد الله نهاركم بكل خير. يتجدد اللقاء بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج خطوة، معي أنا خديجة برهان، وموضوع جديد من مواضيع الحياة المهمة اللي نحن نحاول نطرحها ونطرح كيف هي بشكلها الصحيح، لأنه يعني الناس دائما أو نحن دائما نخطئ في أشياء وفي استخدامنا لها، وهذا مع الأسف الشديد اللي يعطي انطباع مختلف تماما عما نريده. موضوع حلقة اليوم هو بعنوان الكلام والرد. طبعا كلنا بنتكلم وكلنا بنطرح أشياء كثيرة، وكلنا زي ما بيقولوا بنصد ونرد، فيطرح علينا سؤال أو نتعرض لموقف أو نضطر إن احنا نتحدث في أمر ما، فنستخدم طبعا أسلوب الكلام المناسب لكل حدث حتى نحن نوصل الفكرة بشكل صحيح. وطبعا كمان نستخدم أسلوب الكلام المناسب أو أسلوب الرد المناسب للرد على تساؤل أو حدث أو كردة فعل لأمر يحدث في الحياة. طيب إيش أهمية هذا الكلام؟ ما كلنا إحنا بنعرف نتكلم ونعرف نرد ونصد، يعني زي ما بنقوله. أهمية هذا الكلام أو هذا الموضوع من خلال إنه الناس أو كثير من الناس هي تتكلم فقط، لكنها لا توضح ماذا تريد بالكلام. يعني كل واحد بيتكلم، لكن بعد ما يتكلم دائما يطرح السؤال إيش قصدك؟ إيش تبغى؟ طيب الخلاصة أو النهاية. هذا معناه أن الإنسان بيتكلم بطريقة غير واضحة وغير مفهومة، والسبب أن الناس أو الإنسان يتكلم بأسلوب واضح أو غير مفهوم يأتي لأنه هو ما عنده وضوح رؤية للشيء الذي يتحدث عنه. عن إيش يبغى يتكلم هذا الإنسان؟ هل هو يبغى يتناقش في موضوع؟ هل هو يبغى يستفسر عن شيء؟ هل هو يبغى يتعلم من شيء أو عن شيء ما؟ أو يبغى يدردش ويتكلم على سبيل المحادثة العادية جدا ولا لا؟ هنا هو الشيء النقطة أو الحلقة المفقودة. وكثير من الكلام اللي نقوله مع الأسف الشديد يفهم بشكل خطأ، سوء فهم يحدث للكلام هذا، فتقع الخصومات والمشاكل، وبعدين يلا نصلح لا تصلح، ويضطر الإنسان يبرر يقول أنا والله ما كان قصدي كذا، ما كان ودي أقول كذا. فبالتالي من الأساس في أسلوب معين للكلام لازم الإنسان يتعلمه في الحياة. طيب إيش أهمية إن إحنا نعرف أسلوب الكلام وأسلوب الرد؟ أهمية هذا الشيء، أول شيء نحن يعني في ديننا، في دين الإسلام دائما نحن مأمورين بالكلام الطيب. يعني لا يؤمن أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الدرس من دروس الكلام التي جاء بها الإسلام للإنسان إنه يعلمه السبب الذي من أجله يجب أن يتحدث. كيف طيب يعرف بطريقة بسيطة جدا، يسأل نفسه ليش أبغى أتكلم هذا الكلام أو ليش أبغى أتكلم هذا الموضوع؟ هل أنا بتكلم بس كذا أبغى أتكلم وخلاص؟ خلاص معناها الإنسان الآن لازم يكون واضح بالنسبة له إنه هو سوف يحاسب على هذا الكلام أساسا في الدنيا وفي الآخرة، يعني راح يشوف أثر هذا الكلام. فهنا إذن يكون هو عارف ليش قاعد يتكلم. هل أنا قاعد أتكلم والله على سبيل الدردشة والسواليف مع الأصدقاء؟ هل أنا قاعد أتكلم مع زوجتي على أساس أن أنا أوضح شيء معين أو أتحدث معها عشان أتحبب إليها أو عشان أناقشها في مواضيع الأولاد ولا في مواضيع حياتنا ولا عندنا مشكلة؟ المرأة كمان لما تتكلم لازم تعرف ليش قاعدة تتكلم، خاصة إنه يعني طبيعة النساء يحبوا الكلام، ومع الأسف الشديد مع كثرة الكلام يحدث الزلل والأخطاء. فإنها لما تعرف ليش قاعدة تتكلم راح تعرف تماما الآن الأسلوب المناسب للكلام في هذا الموضوع. والله أنا جالسة أتكلم مع زوجي الآن مثلا حتى أن نحن نتناقش في شيء معين، والله نبغى نتفق على شيء معين، نبغى نتكلم عن الأولاد، عن مشاكلنا، والله على سبيل التحبب للزوجة الكلام. إذا كان هذا الكلام بهذا الشكل كمان لازم تعرف الأسلوب المناسب. ونفس الشيء ينطبق على
الموظف في شركته، العامل في عمله، الطالب في المدرسة، المعلم مع. لذلك هنا في الإسلام لما جاء قال لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى يضبط هذا اللسان ويعلم الانضباط في الطرح، حتى يكون الإنسان على طول الخط في كل أمر يأتي به، هو يراقب نفسه فيتجنب الوقوع في الزلل والأخطاء والتبريرات. وربما بعض الأحيان والله الكلام الذي يقول الإنسان يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يصبح رب كلمة تهوي بصاحبها 70 أرضا، يعني في الأرض إلى جهنم، أو تصعد به إلى السماء، يعني رب كلمة. فالكلمة هذه الإنسان اللي يقولها لها أثر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهي ليست كلمة يعني هينة. الإنسان يقول الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لا تحسبوه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك بنطرح الأساليب المناسبة في الكلام والرد، والأساليب هذه اللي احنا نبغى نتكلم عنها اليوم هي من الأساليب اللي تساعد الإنسان بحيث أنه يقدر يستخدمها في كل جانب من جوانب حياته، ويستفيد منها أثناء الكلام وأثناء الطرح وأثناء النقاشات وأثناء أساسا ممارسة الحديث، فيحصل من خلالها أول شيء الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. ثاني شيء يحصل بإذن الله تعالى بأسلوب الكلام هذا على الاحترام والثقة من الآخرين، مين ما يكون الآخرين طبعا بغض النظر هم إيش مكانتهم ومنزلتهم. وبالدرجة الأولى هذا الإنسان يحصل على الثقة مع نفسه أثناء الكلام. إذن إيش نبغى نقول نحن في أسلوب الكلام؟ الأسلوب المناسب دائما في الكلام هو الأسلوب الهادئ، بغض النظر الإنسان عصبي ولا مو عصبي. الإنسان الأسلوب الهادئ لما نقول الأسلوب البطيء في الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مع أصحابه حتى أنهم يصفوا كلامه أنه الواحد يقدر يعد كلامه عدا، من كثر ما هو إيش يتكلم بوضوح ببساطة بهدوء باستخدام جمل بسيطة واستخدام ألفاظ بسيطة يستطيع الإنسان أنه يفهمها. هذا أول شكل من أشكال أو أسلوب من أساليب الكلام، إنه الإنسان يتكلم بشويش بهدوء وببطء، ويركز أثناء الكلام على استخدام كلمات معينة تدل على الشيء الذي يريده. طبعا ممكن بعضنا يجي يقول الله يعني مرة صعب كذا، يعني يصير الواحد ما يقدر يتكلم بهذه الطريقة. لا، يقدر يتكلم. المسألة مسألة العلم بالتعلم، الإنسان لازم يتعلم ويعرف تماما والله أنا اليوم إذا أبغى أتكلم مع أحد أو بطرح موضوع لازم أكون أنا عارفة تماما عن إيش أبغى أتكلم، ولازم أكون عارفة تماما كيف أطرحه للجميع بحيث إنه الجميع يفهم الكلام ده كله بغض النظر إيش درجتهم العلمية. هذا مهم، فالإنسان إذن يتعلم ويمارس هذا الشيء. فهنا نأتي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم ببطء شديد جدا حتى أن الواحد يقدر يعد الكلمات التي يقولها ويسردها في هذا الشيء. الشيء الثاني كان هو الأسلوب الثاني المهم جدا في أساليب الكلام، أن الإنسان يخاطب الناس بما يفهمون. طيب إيش معنى بما يفهمون؟ نحن نقول بما يفهمون ويعون حسب ثقافتهم، حسب مستواهم العلمي، حسب مستواهم الثقافي، حسب لغتهم. طيب إذا أكلم الناس بما يفهمون، الموضوع اللي مثلا أبغى أكلم فيه فلان من الناس ولا علان من الناس ولا موضوع أبغى أطرحه على الملأ، لازم أراعي فيه إنه الناس سوف تتلقى هذا الكلام بطريقة مختلفة، كل واحد حيفهمه حسب عقله. فهنا أنا ما أعطي فرصة إنه كل واحد يفهم الكلام حسب عقله ويفسره تفسير خطأ من خلال إيش؟ إن أنا أتكلم باللغة التي يفهمها. طبعا اللغة مو اللغة اللسان فقط، إنما نقصد بها اللغة أيضا اللي هو طريقة الكلام. يعني في ناس مثلا كلمهم بالعامية يفهموا، لو كلمتهم بالفصحى ما يفهم. في ناس لو كلمتهم بلغة أخرى ما يفهم أو يفهم بشكل يعني غير، حتى لو كان من أهل اللغة. وفي ناس مثلا تقدر تفهم بلغة أخرى. فهنا مراعاة الذي أمامي. كمان مهم جدا اللي هو محادثة الناس بما يفهمون، أن أنا أعرف مين هذا اللي قاعد يكلمه، هل هو رجل كبير في السن، هل هو طفل صغير، هل هي امرأة، هل هي فتاة صغيرة. لازم أستخدم اللغة التي تناسب كل واحد من هذولا. يعني ممكن أشبه الجزء هذا بطريقة أنه هو
زي اللباس أو الثياب التي يلبسها الإنسان، لكن المقاس مختلف. فأنا أختار مقاس مثلا إكس لارج ولا دبل إكس لارج للشخص الكبير، واختار السمول للصغير، بهذا الشكل يعني. مو أكلم الجميع بنفس الطريقة بنفس اللغة بنفس أي شيء. وهذا مع الأسف الشديد مما يعني دائما يتسبب في المشاكل التواصل بين الزوجين، إنه الرجل والمرأة لما يتكلموا يعني ممكن 3/4 أو نص مشاكل الرجل والمرأة هي جاية من خلال إيش؟ من خلال سوء الفهم الذي يحدث أثناء التواصل بالكلام. الرجل يتكلم بلغة يفهمها الرجال، والمرأة تسمعها بطريقة تفهمها عكس ما هو يريد، فيبدأ التفسير الخطأ لهذا الكلام، وتضطر هي ترد عليه، وهو يستغرب من هذا الرد، وهي تقول له شيء وهو يقول شيء، في النص الكلام كله ضايع. ليش؟ لأنه كلاهما يتحدث بلغة مختلفة تماما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات جاءت إحدى نسائه أو بعض من نسائه سألوه: أينا تحب أكثر؟ أي امرأتك أحب إليك؟ طبعا كل امرأة تسأل هذا السؤال معروف الجواب إيش لازم يكون من الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم تماما الحالة النفسية والشعورية لطرح هذا السؤال من قبل نسائه، فما رد على أي واحدة، إنما أعطى كل واحدة منهم عملة نقدية في يدها. وعندما اجتمعوا في مساء زي عادتهم في الاجتماع، قال: سألنا قلنا أي نسائك أحب إليك؟ التي معها الدينار أو الدرهم هي أحب النساء إليها. وكل واحدة كان عندها هذه العملة، فكل واحدة ظنت الآن أنه هي أحب نسائه إلى قلبه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إيش سوى في هذا الشيء؟ هو ببساطة جدا رأى أنه هذه امرأة قاعدة تسأل عن شيء معين يهم النساء، فلم يستسخف هذا السؤال ولم يستحقره أساسا ولم يستقله، إنما له قيمة واعتبار للمرأة أو عند المرأة هذا السؤال، لذلك جاوبهم بالجواب المناسب لهم. وفي هذا كان تطيب لخواطرهم وحفظ لقلوبهم ولسلامة صدورهن اتجاه بعضهن البعض، في حين إن هم طبعا إيش يعني نساء كثيرات لرجل واحد. طيب الآن لما نيجي الرجل مع زوجته يتكلم في أي موضوع، هل هو الرجل مثلا لما يسمع منها الكلام يسمعه بعقل المرأة؟ يعني ينظر لها أنه هي هذه امرأة الآن قاعدة تتكلم مثلا بمشاعرها بعواطفها وجالسة تتكلم، ويبدأ يسمع ويرد عليها بناء على هذا الشيء؟ لا، بالشديد المرأة لما تتكلم مع الرجل وخاصة لما تكون تشتكي، الرجل يظن أن هي تبغى حل، على طول يعطيها الحل، لأنه عقل الرجل في الحلول، يعني يعمل من جانب الحلول، إيجاد الحلول للمشاكل. فهنا المرأة طبعا تزعل وتعصب والى آخره، فترد عليه ويرد عليها ويصير سوء فهم. طب هذا الشيء مهم جدا، نحن إذا نعرف أسلوب الكلام المناسب مع الأشخاص. مين هذا الشخص؟ اليوم بنتي ولا ولدي لما يجي يشتكوا لي من شيء ويكلموني، هل أنا هشوف أسلوبهم في الكلام ولا هشوف ما خلف هذا الأسلوب وأبدأ أرد عليهم؟ الآن ولا يرفع صوته ويتكلم مع أمه، اللي ينظر يقول أوه هذا عقوق يعني، طبعا أسلوب خطأ. لكن لما تيجي الأم ترد حيختلف تماما طريقة ردها، لأن الأم فاهمة الآن نفسية الولد وهو يتكلم معه ورافع صوته، فهي بترد عليه بالأسلوب الذي يناسب حالته النفسية. لكن الناس طبعا إيش يلوموا هذه الأم؟ يقولوا لها أنت اللي خليتيه وصلتيه لهذه المواصيل إنه يرفع صوته عليك ويتمادى وإلى آخره. إذا هنا إحنا نتكلم عن إنه كيف الإنسان يتكلم، كيف يرد. هذا الشيء مرة مهم في بناء علاقات قوية، سواء مع أبنائنا، سواء مع أزواجنا، سواء مع الآخرين. وهذا كان طبعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قلنا حتى أنه بعض الأحيان تأتي امرأة عجوز تسحبه كذا من يده وتكلمه، هل هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يقول لها مثلا كذا تكلميني بهذا الشكل تسحبيني قدام الناس وإلى آخره؟ لا طبعا، خلاص هذا هي أسلوبها هي كذا. امرأة عجوز كبيرة في العمر تسحب هذا إلى طرف الطريق حتى تحدثه، فكان يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب. فهنا كان طبعا الأسلوب لطيف جدا، وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أروع الأسلوب في التحبب إلى الناس والتقرب إليهم وملامسة حاجاتهم النفسية من الاحتواء. فهذا اللي احنا دائما لازم نفكر فيه كنموذج حقيقي، أسلوب الكلام والرد. إذا نجي احنا نقول إيش هنا؟ إنه
محادثة الناس بما يفقهون وبما يعلمون وبما يستطيعون فهم من أهم أساليب الكلام مع الناس. الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بعثته في قريش وهم يعني جالسين يسبوا ويشتموا ويصفوا بما ليس فيه، ما انتصر لنفسه ولا رد عليهم أساسا. يعني ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مركز في الهدف تبعه. إذا التركيز، الأسلوب الثالث من أساليب الكلام والرد هو التركيز على ماذا نريد، ماذا تريد أنت من الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مركز في دعوته أنه هو يدعوهم إلى الإسلام، مو مركز أنه والله هم قالوا لي كذا ولا شتموني ولا عشان يرد عليهم، بل بالعكس، كان هم كل ما يتمادوا في سوء خلقهم هو كان يظهر لهم دائما أحسن ما في أخلاقه. حتى أنه في حادثة هدم الكعبة لما صارت هدمت الكعبة أو سقطت وتم إعادة بنائها كما في السيرة، اجتمعوا لما بنوا الكعبة وصلوا إلى موضع الحجر الأسود. أي قبيلة يعني يكون لها الشرف حتى ترفع هذا الحجر الأسود وتضعه في مكانه. فإن اختصمت القبائل حتى أنهم اتفقوا، قالوا إيش؟ من يدخل علينا من هذا الباب سوف نرضى به حكما. فلما مين دخل عليهم؟ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم بصوت واحد رضينا بالأمين الصادق الأمين حكما. هذا وهم يشتموا طول الوقت، لكن لما دخل عليهم ذكروا أفضل ما عنده أو أبرز صفة عنده الصادق الأمين، رضوا به حكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحجر الأسود ووضعه في يعني زي الشرشف في نص، أمر كل زعماء قبيلة أن يرفعوا من طرف حتى تحوز كل القبائل على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فهنا نأتي إذن للأسلوب الثالث من أساليب الكلام والرد، أن الإنسان يعرف تماما ماذا يريد، لماذا يريد، أو الهدف تبعه. وهذا اللي احنا ذكرناه، أنه لازم إنسان يسأل نفسه أنا ليش أبغى أتكلم، أو ليش أبغى أرد. بعض الأحيان الإنسان يتعرض لموقف لازم يرد، لازم يرد، مو لازم طول الوقت الإنسان. بعض الأحيان جزء من عملية الرد كمان هذا أسلوب، لما إنسان ما ترد عليه هذا كمان أسلوب من أساليب الرد. طبعا عدم الرد قد يكون ممكن لأن الموضوع لا يستحق الرد، بعض الأحيان يكون من باب الاحترام والأدب، بعض الأحيان يكون أن الإنسان يضبط نفسه ويضبط غضبه ويضبط كلماته حتى ما يزل لسانه أثناء من الله أو ما يسيء إليه فيتوقف عن الكلام. فهنا إذن لما إنسان يركز على ما يريد ويركز على الهدف من الكلام ومن الرد، حيساعده تماما هذا الشيء في أنه يستعيد ذاكرته ويرجع شوية لورا ويرتب كلماته ويقولها بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب في الزمان المناسب، ويحصل هذا الشيء على الهدف الذي من أجله هو جالس يتكلم. طيب احنا طالعين فاصل الآن بإذن الله تعالى، وبعد الفاصل رح نكمل عن الأساليب المهمة من أساليب الرد والكلام. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. هذا الفاصل نكمل أسلوب من أساليب الكلام. احنا تكلمنا عن 3 أساليب الكلام والرد، عندنا كمان من أساليب الكلام والرد أسلوب مهم جدا اللي هو أسلوب الاستماع للآخرين. الآن لما أحد يتكلم مع أحد مهم جدا احنا نستمع وليس نسمع، هناك فرق. يعني نسمع معناها نحن نسمع بإذننا فقط، لكن ما نحاول نفهم، إنما نحن نسمع عشان نرد. لكن نستمع معناها مختلف تماما. الاستماع معناها أني أنا أركز في الموضوع الذي يطرح أمامي أو في الكلام اللي ينقال أو في السؤال أو في الخصومة أو في أي شيء،
وبعد ما أستمع تماما وأفهم وأعي ماذا يقال أمامي، هنا حيكون أنا جاهز تماما أو جاهزة أني أنا أرد على هذا الكلام. طبعا نحن كمثال كبير جدا نحن في حياتنا الاجتماعية عندنا احنا الآباء مع أبنائهم. الأبناء لما يتواصلوا مع أبنائهم بالكلام ويتكلموا في مواضيع، مع الأسف الشديد بعض الآباء هم أو بعض الأمهات هم يسمعوا الحوار أو يسمعوا الموضوع، وبعد كده بعد ما يسمعوا وهم بيسمعوا جالسين يجهزوا الرد، فيروح منهم جزء كبير جدا أو يفوتهم جزء كبير من الحوار حتى يفهموه بشكل جيد. يجي الآن الولد ولا البنت يكلم أمه في مشكلة معينة، فهي تسمع، أثناء ما هي جالسة تسمع بتجهز الرد فترد عليه، ومع الأسف الشديد طبعا تكون غير موفقة في الرد عليه. لكن لو جينا قلنا إحنا مثلا الأب والأم لو أنهم استمعوا لأبنائهم بهدوء وبعقلهم وبقلبهم، استماع باستخدام كل الحواس، وفهموا بعد هذا الكلام أو عن بعيد هذا الكلام، وركزوا فيما يسمعوا وشعروا بما يشعر به الابن والبنت وهم جالسين يتكلموا، أكيد 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 إنهم بإذن الله تعالى ربي راح يشرح صدرهم ويطلق ألسنتهم بالجواب الصحيح أو بالحلول الصحيحة المناسبة لهذا الولد والبنت. الأولاد والبنات ليش أصدقاء ويحبوا يتكلموا مع أصدقائهم أكثر من آبائهم وأمهاتهم؟ يمكن هذا السؤال ما طرحه الآباء والأمهات على أنفسهم. ليش ولدي والله يحب يتكلم بالساعات مع صاحبه، وليش بنتي تحب تتكلم مع صديقتها وقت طويل جدا وكل الأسرار عندها؟ لأنه هؤلاء الأصدقاء هم يستمعوا ما يسمعوا، يستمعوا بقلبهم بعقلهم بمشاعرهم بكل شيء. لذلك نلاقيهم الأبناء دائما، خاصة لما يكون في مشكلة تلاقيه بسرعة يصاحبه أو البنت تلجأ صديقتها، لكنهم ما يلجأوا للآباء والأمهات لأنه يقول لك ببساطة ما يفهمني، أنا أكلمه ما يفهمني، ولما أكلمه دائما يخاصمني أو دائما تخاصمني وما هي فهمتني وما هي قادرة تفهم أنا إيش قاعدة أقول لها. إذا الاستماع شيء مهم جدا. طيب كيف أتعلم الاستماع أو ليش لازم أستمع للآخرين؟ لما أستمع سواء حتى للمحاضرات، يعني الواحد لما يستمع لها أول شيء بصفة عامة يكون الإنسان يستطيع أن يفهم المتحدث الذي أمامه، يقدر يفهم نفسه، ممكن جالس يتكلم من زعل، ممكن من حزن، ممكن من عشم، ممكن من قهر، ممكن من جهل قاعد يتكلم. فلما أستمع له معناها أن أنا حأعرف تماما الآن الحالة أو السبب اللي يخليه قاعد يتكلم بهذا الشكل. شيء ثاني راح أعرف من خلال الاستماع نقاط الضعف والقوة حقت الشخص الذي أمامي، فأعرف تماما كيف أرد عليه. فإذا كنت أنا عرفت تماما أنه هو جالس يتكلم من منطلق الجهل، معناها ردي لازم يكون من منطلق التعليم. والله واحد جاي يتهجم علي ولا جالس يكلمني ولا جالس لا سمح الله يسب ولا مثلا جالس يسأل، لما أنا أستمع له راح أعرف تماما كيف أرد عليه حتى أبين له الحقيقة. إنسان يتهم معي لما يسمع ويرد معناه هو حيرد في حالة الدفاع، لكن لما يستمع ويرد راح يرد بطريقة أنه يوضح الحقائق وينفي التهم والتهمة عنه. كمان الاستماع يعطي شعور الاهتمام. لما أنا أجلس أسمع شخص وبهدوء بدون ما أقاطعه، أنا هعطيه إحساس إنه هو شخص مهم جدا وإن أنا مهتم جدا إن أنا أستمع له. هذا طبعا يبني علاقة ثقة بين المتكلم والمستمع، وهذا دائما اللي احنا نطالب فيه الرجل مع زوجته والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والزوجين أو الأبوين مع أبنائهم، إنهم يستمعوا فقط، حتى لو ما عندهم رد، حتى لو ما عندهم جواب، بس يكون عندهم أذن تسمع. مهم جدا والله بالنسبة لأبنائنا إن احنا نكون مستمعين حتى نبني جذور الثقة أو جسور الثقة بيننا وبينهم. لما أنا أستمع فقط حتى لو ما أعطي حلول، حتى لو ما أعطي رأي، حتى لو ما أي شيء، هذه الثقة اللي يشعر فيها الابن والبنت هي اللي راح تخليه دائما يطلعني على كل شيء. كثير مننا احنا كأمهات وكآباء نخاف احنا على أولادنا، إيش عندهم أفكار ولا إيش أفكار ما نعرفها ولا إيش عندهم تصرفات ما نفهمها أساسا. لكن هذه المخاوف كلها تزول بإذن الله تعالى من خلال ممارسة الاستماع لهم. مو يجيني ولدي ولا بنتي ويكلموني في شيء يلاقوني مشغولة يا بجوال يا بمكالمة يا بشغل يا بأي شيء، وبعدين أقول له تعال بعدين. هذه تعال بعدين مع الشديد هي اللي دائما تخلي الولد
يروح للي موجود دائما 24 ساعة اللي هو صديقه أو صديقتها. الرجل والمرأة لما يستمعوا لبعضهم البعض بهدوء هم يعطوا إحساس بقيمتهم لبعضهم البعض. المرأة لما يعني تكون ساكتة طول الوقت، زوجها لما يتكلم هي تستمع له بدون ما تشغل نفسها أنها ترد على كلامه ولا تعلق ولا تعقب، هذا يعطيه أنه هو شخص مهم، إحساس يعطيه انطباع أنه هو شخص مهم بالنسبة لها. لما هو يشعر في داخل نفسه أنه هو مهم بالنسبة لها بسبب هذا السلوك البسيط جدا، زاد محبتها ومكانتها في قلبه، فيفتح قلبه ويتكلم. ونفس الشيء الرجل لما يستمع للمرأة هذه بدون ما يعلق ولا يعطي حلول ولا يرد على أي شيء، تشعر أنه هو يحترمها ويحبها جدا، فتكبر مكانته في قلبه. هذا الاستماع سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم يعني فإذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما قال اسمعوا، استمعوا له، يعني استمعوا له من خلال عقلكم، من مشاعركم، من خلال قلبكم، من خلال كل الحواس. فهنا مهم جدا اللي هو الاستماع للوصول لحالة من الفهم ووضوح الرؤية ووضوح الكلام الذي يقال أو الذي يدار والهدف منه. طيب، أسلوب آخر من أساليب الكلام والرد اللي هو اختيار الألفاظ والكلمات، مهم جدا. الكلمات والألفاظ مهمة جدا في أثناء الكلام عن آخرين. طيب ليش مهمة هذا الشيء؟ يعني خلاص ما الواحد يقول اللي عنده. اختيار الألفاظ أهميته يأتي لأن الكلام الإنسان يسمعه ويقع في قلبه. فتخيل لو احنا استخدمنا كلمات صعبة وكلمات معقدة ولا كلمات قاسية، معناها قد ايش القلوب التي سوف تنكسر، قد ايش النفسية قد راح تنكسر، قد ايش الهمة راح تنكسر. ولدي بنتي أي شخص يحتاج تشجيع. تخيل لو يخطئ 100 مرة وأنا في كل خطأ أقول له دائما تكرر نفس الخطأ، دائما والله إنك أنت إنسان فاشل، خلاص هذه فاشل، معناها من قال هلك الناس فقد أهلكهم، معناها هو راح يصير فاشل. ليش؟ حيقول لك طالما إنه أنا أخطئ دائما وقال فاشل معناها صح كلام والله إني أنا فاشل، ليش أعيد الشيء هذا؟ فخلاص من الذي إذا قرر له الفشل؟ هذا الذي هذه. لذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مهم جدا اختيار الناس للتواصل معهم. إنسان منكسر يحتاج كلمات تخفف عنه هذا الانكسار، إنسان حزين كلمات تخفف عنه هذا الحزن وتخرج منه، إنسان يشعر بالإحباط احنا تشجعه وترفع وتذكره بإنجازاته ونجاحاته في الحياة حتى لو كانت نجاحات وهمية. نحن مو محتاجين نحن نتكلم ونقول لكل الناس كل شيء على أساس إيش إنه هذه الحقيقة. الحقيقة هذه ما حد طلب مننا نحن نقولها للآخرين، مو مهم أصلا نقولها ولا لها قيمة. الحقيقة الوحيدة اللي إحنا لازم نحرص نحن نقولها ونتكلم بها مع الآخرين إن إحنا نقول لهم دائما الكلام الطيب فقط، الكلام الطيب. ليش طيب هذا الكلام الطيب؟ لأنه يعني ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفي السماء تؤتي أكلها كل حين. تتخيلين أنتوا الكلمة اللفظ الحسن في الكلام الذي يقال. الكلمة الطيبة مش معناها بس بعض الناس يسموها مثلا إذا قال كلمة طيبة أو كلمة حسنة يقول لا أنا أحس نفسي كأني أنافق. مو صحيح هذا الكلام، هذا مدخل من مداخل الشيطان، ما في نفاق. أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. فإذا كان الشكل من أشكال إدخال السرور على المسلم هو فقط من خلال كلام أقوله، كلام أقوله لأختي، كلام أقوله لزوجتي، كلام أقوله لزوجي، كلام أقوله لبنتي لولدي، كلام طيب. متخيلين هذا الكلام الطيب إيش تأثيره على أنفسهم؟ راح يكونوا هم مع الوقت يقولوا نفس الكلام الطيب للآخرين ويعطوني نفس الكلام الطيب ويصدروا لي نفس الكلام الطيب. هذا هو أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لكن الكلام الغير طيب هو الكلام القاسي، هو الكلام الذي يغلف بالحق ويقال، يعني خلاص أنا لازم أقول له الحقيقة، أنا ما أحب أخدعه، أنا ما أحب أكذب عليه، خلاص أقول له الحقيقة. طب الحقيقة دي ممكن تقولها أنت الآن لزوجتك، المرأة تقولها لزوجها، لابنها، لبنتها، تقتلهم نفسيا. إيش قيمة معناها هذه الحقيقة؟ المفروض أن الحقيقة معناها أنه تحيي الإنسان،
ولا تميته. ذلك كان هنا اختيار الألفاظ واختيار الكلمات من أعظم أساليب الكلام. الله سبحانه وتعالى إيش يعني يقول في قوله تعالى يعني أثر الكلمة الطيبة. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء في قصة موسى وفرعون لما أرسلهم إلى فرعون، فقال له إيش الله سبحانه وتعالى قال لهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معناها قد إيش أثر الكلمة الطيبة، الكلمة اللينة، الكلمة التي تشرح الصدر في هداية الإنسان. والله رب كلمة تهدي ورب كلمة تضل. فلا نتهاون بكلامنا، احنا نقوله ونرميه كده رمي. يعني أساسا الإنسان لما يتعلم كيف يتكلم بألفاظ جميلة وبألفاظ محببة وتحبب فيه الخلق ويحبه الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الطيب اللين الذي يقوله، قديش إنسان عنده أجر لما يتخيل هذا الأجر العظيم. أعتقد أنه هذا يعني أعظم حافز له حتى يظل الإنسان دائما يستمع للكلام الطيب ويصدر للناس الكلام الطيب. بعض الناس يقول والله احنا بيئتنا كده ما نقول كلام طيب. ماشي، بيئتكم ما تقولوا كلام طيب، إذا معناها اتعلموا الكلام الطيب. ما حد بيجي من بيئة والله كلهم ما شاء الله تبارك الله يتكلموا كلام طيب، إنما الإنسان يتعلم هذا الشيء. وأهل الجاهلية كانوا هم أقسى الناس في كلماتهم، لكن لما جاء الإسلام خلى كلماتهم لينة حتى رقق قلوبهم، حتى أن الواحد يقرأ عليه القرآن يبكي. من فين جاء هذا الشيء؟ لأنه مشاعرهم صارت عالية جدا في إحساسهم بالكلمات. لذلك كانت الكلمة الطيبة أو الكلمة التي يقرأها أو الآية التي تقرأها فيها آيات رحمة يبكي الإنسان فيها، ولما يقرأ آيات العذاب كان يخاف منها من تأثير وقوة الكلمة التي يقولها. فهنا مهم جدا اختيار الألفاظ والكلمات التي سوف نتحدث بها مع الآخرين. وأهم الأشخاص في الآخرين هذول هم أبنائنا، اللي طول الوقت مثلا إحنا محتاجين نسمعهم كلمات الحب، كلمات الاحترام، كلمات الفخر، كلماتنا أنا والله أنا فخورة فيك، أنا مبسوطة جدا إنه أنت ولدي ولا أنت بنتي، أحمد الله أن رزقني الله سبحانه وتعالى إياكم، الحمد لله أنه ربي أعطاني هؤلاء الأبناء الصالحين، ما شاء الله تبارك الله أنه أنتم تسووا كذا. ونفس الشيء المرأة لما تقول كلام طيب لزوجها: الحمد لله اللي رزقني إياك، الحمد لله أنه أنت إنسان ما شاء الله تبارك الله كريم وطيب وحنون إلى آخره. الرجل حتى لو ما كان بهذه الصفات سوف يكون بهذه الصفات من كثر ما تقول لزوجته. ونفس الشيء الرجل لما يثني على المرأة أنه أنت شمعة البيت، أنت لو مو أنت ما أدري إيش يصير في حياتنا، لو ما أنت يعني أكيد حياتي ما راح تكون سعيدة، الحمد لله أنه أنا ربي رزقني إياكي، الحمد لله أنه أنت بعافيتك. هذه الكلمات البسيطة اللي يقولها الرجل لزوجته تفرق معاها للعمر كله، يعني رصيد يسجل له في خزان العواطف اللي عندها. بالمقابل تخيلوا أنتم نفس الكلام نفس الأسلوب الذي ممكن تقولوا المرأة للرجل لكن بأسلوب سيء جدا. ولو تقول للمرأة أنت دائما عصبي، أنت بخيل، أنت ما تعطينا، أنت ما تودينا، أنت ما تجيبنا، لو هو مو كذا راح يصير نفس اللي قالت عليه، لأنه حيقول لو إيش ما أسوي ما يبين معاها فخليني مو مهم إذا. ونفس الشيء لو الرجل يقول لها المرأة دائما أنت دائما عصبية، دائما لسانك سليط، والله لو ما تكون كذا تصير بهذا الشكل. فشوفوا أنتم تأثير الكلمات إيش هو. فهذا مهم جدا، لأنه بعض الكلمات والله تكسر القلوب، وبعض الكلمات يعني الإنسان يسمعها ويتأذى ويدعو يعني يدعي الله سبحانه وتعالى بما سمعه من الظلم والقهر. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا الكلام أساسا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا مهم جدا اختيار الألفاظ في أسلوب من أساليب الكلام والرد. حتى في أثناء الرد كمان إنسان يترفق في الكلام، مو لازم كل رد لازم يكون هجومي، حتى الردود اللي الإنسان يطرحها أو لازم يرد فيها على حدث معين يتخير كلماته كما يتخير أكله وشربه، لأنه هذه الكلمات هي تمثله هو، هذه الكلمات هي عنوانه هو. إذا إنسان والله لسانه سليط وكلامه ما أدري سيء جدا وحاد وقاسي، خلاص هو هذا الإنسان يوصف بعد كده إنه إنسان لسانه سليط وكلامه مو حلو. لكن خليه يكون إنسان سيء الخلق لكن لسانه يعني زي ما يقولوا ينقط عسل أو كلامه حلو جدا، دائما حيوصف إنه هذا الإنسان راح يذكر بأبرز ما فيه، حينقال عنه والله هذا إنسان لطيف وكلامه حلو ويبعث على النشاط وعلى السعادة وعلى السرور. ما راح الناس تتذكر والله إنه هو سيء السمعة ولا أي شيء، فقط راح يتذكروا هم
إنه هو كلامه لطيف. فإذا أسلوب من أساليب الكلام اللي هو اختيار الألفاظ والكلمات. كمان أسلوب من أساليب الكلام والرد اللي هو احترام الآخرين. هذا من أعظم الأشياء كمان اللي لازم إحنا ننتبه لها، احترام الآخرين أثناء ما إحنا نكلمهم أو نرد عليهم. إيش معنى احترام الآخرين؟ احترام الآخرين معناها أني أنا لا أسمعهم ما أكره إسماعه لهم، ما أسمعهم الشيء اللي أكرهه. معناها اللي قدامي هذا أوقره إذا كان كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فإذا الكبير له احترامه ومكانته ومنزلته. معناها إيش؟ أن ما أرد عليه مثلا لما يغلط، أو لما يقول كلام غلط، أو لما يقول كلام مو صحيح، لا أرد عليه، لكن أضع في اعتباري اختيار الألفاظ والكلمات المناسبة التي تدل على احترامي له، ما أهز احترامه أمام نفسه. فإذا احترام الآخرين من الأشياء المهمة جدا. طيب لازم نحترم الآخرين، لازم نحترم الآخرين إيش ما يكونوا، سواء كان كبير سواء كان صغير سواء كان طفل، لازم أحترمه. ليش؟ لأنه هذا احترام لنفسي أنا كيف أنظر لنفسي؟ أنا والله ما أبغى أحد يكلمني بطريقة سيئة، ما أبغى أحد يرفع صوته علي، ما أبغى أحد يسيء الأدب وهو يكلمني. إذا أنا ما أحب هذه الأشياء لنفسي، معناها أن نفس الطريقة أنظر للآخرين وعاملهم بالمثل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. مو أحب لنفسي إنه الناس تعاملني باحترام وعامل الناس بقلة احترام، لا يمكن هذا الكلام. كثير من الرجال مثلا مع زوجاتهم يبغى زوجته تعامله باحترام، لكن هو ما يعاملها باحترام. طب كيف يعني؟ ما يصير. لازم أنت تعامل الناس بالطريقة التي تحب أن تعامل بها. ما حد ما يحب الاحترام، تحترمها أكيد حتحترمك، حتى لو ما احترمتك تظل تحترمها احتراما لنفسك أنت، واحتراما لمكانتك أنت، واحتراما لمنزلتك أنت. ونفس الشيء المرأة، تبغى الرجل مثلا يحترمها وهي ما تحترمه، طبعا مستحيل هذا الكلام، لا يمكن. كيف تطلب شيء لنفسك وأنت ما تعطيه للآخرين؟ أساسا هذا من الظلم يعني. فالمرأة نفس الشيء تقول ممكن ما يحترمني وأنا أحترمه، خلاص تظلي احترمي نفسك، تحترمي نفسك، تحترمي مكانتك كأم كزوجة كإيش ما تكوني أمام الله سبحانه وتعالى، وتقدمي هذا الاحترام، لأنه هذا كمان اختبار وامتحان في الصدق مع الله سبحانه وتعالى في مسألة الخلق الحسن. فكل ما هي تمسكت والرجل تمسك بالاحترام لنفسهم وللآخرين والتقديم للآخرين، معناه هم في المستقبل راح يحصلوا على هذه النتيجة بشكل مطلق تماما، يعني بدون أي شك. طبعا نحن كمان نقول في مسألة الاحترام نفس الشيء للأطفال الصغار، أبنائنا وبناتنا، حتى لو كانوا أطفال صغار حتى لو كانوا كبار لازم أحترمهم. مو معنى أن أنا أبوه ولا أمه أكلمه بقلة احترام وبقلة تقدير وباستخدام أي كلام، خلاص عندي أنا حصانة ووقاية وحماية يعني، فأكلمه زي ما أبغى. طيب لما أكبر أنا وهو يكبر حيكلمني كيف؟ هذا كمان شكل من أشكال العقوق، أنا أعقهم في تربيتهم فيمارسوا العقوق علي لما يكبروا. فإذا هنا احترام الآخرين مهم جدا، من أساليب أسلوب من أساليب الكلام والرد على الآخرين. طبعا كمان في شيء مهم جدا في موضوع الاحترام، ليس الاحترام فقط بالكلام. بعض الأحيان يكون شكل من أشكال الاحترام هو عدم التقليل من شأنهم، ما أحتقر الآخرين ولا أقلل من شأنهم ولا أستهزئ بهم، لأن هذا تقليل من احترامي أنا لنفسي وتقليل من احترامهم لهم. فلازم إذا يكون الاحترام يعني مسموع وغير مسموع، يعني لا أستهزئ لا بعيني ولا بنظرات ولا بأي حركات. فهنا أنا لما أحترمهم يحترموني، وزي ما يقولوا دائما احترم تحترم. فهذا مهم جدا. أسلوب من أساليب الكلام كمان اللي هو أن الإنسان يتمهل وما يندفع في الكلام. لازم نكون إيش زي ما يقولوا إيش هادين أو بطيئين في الكلام، فمو على طول ما شاء الله تبارك الله يصير زي الرشاش الإنسان على طول لما يسمع كلام يؤذيه يرد عليه، لا، إنما يهدأ ويرد عليه بهدوء وبسلاسة وباطمئنان. طيب كيف الواحد ممكن يقدر يكون هادئ في أثناء ما يسمع كلام يؤذيه؟ لازم يحدد أول شيء نيته من الكلام. احنا ذكرنا في أول الحلقة قلنا أول شيء الإنسان يسأل نفسه ليش أبغى أتكلم أو ليش أبغى أرد. هذا الضابط الوحيد اللي يقدر يتمسك فيه الإنسان في إنه يكون عنده أسلوب محترم جدا مع الناس، وإنه هو ما يندفع في الكلام ولا إنه يتسرع في الكلام ولا إنه يكون يعني قاسي جدا في أثناء الكلام. ولازم الواحد يعرف تماما إنه التمهل في الكلام مش معناه الضعف.
لما أنا أتأخر في الرد على أحد أو في التجاوب معه أو في التفاهم معه أو في الكلام إجمالا، مو معناها إذا أنا بطيء أو ما أعطي ردة فعل سريعة إنه أنا إنسان ضعيف أو أنا إنسانة ضعيفة، لا مو معناها كده، بل بالعكس هنا ممكن أكون أنا أقوى مما هو يتخيلني. ليش؟ لأني أنا جالسة أحسب حساباتي في الكلام هذا والخسائر والأرباح. وفي الخسائر والأرباح لما نقول في العلاقة، الكلام اللي حقوله هذا هل علاقتي بهذا الشخص راح تستمر ولا راح تنقطع؟ مهم جدا إني أنا أفهم هذا الشيء، لذلك ما أتسرع في الرد عليه. وبعض الأحيان لازم نفهم كمان إنه الإنسان لما يكون مندفع أو يكون عنده عناد، لازم أرد، لازم أقول، لازم أفعل، لازم أفعل، إنه هذا الشكل من أشكال الضعف. ليش الشكل من أشكال الضعف؟ لأنه لو كان قوي الإنسان ما كان راح يعاند، إنما راح يكون مرن. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والعناد من فين يجي؟ يجي من الإنسان لما يستفز مشاعريا، لما يزعل، لما يغضب، ساعتها يعاند ويتمسك برأيه ويتمسك بالكلام ويتسرع تماما ويقول. ودائما الإنسان لما يكون متسرع ويكون غضوب ويكون ما ينقي كلماته دائما يقع منه الخطأ. العرب قالت في المثل إيش؟ دائما مع المستعجل الزلل. الإنسان لما دائما يستعجل لازم يغلط. فإيش الداعي إذا لما يكون الكلام؟ والكلام على فكرة والله هو زي السهم. الإنسان لما يطلق السهم ولا يطلق الرصاصة ما يقدر يرجعها في مكانها، خلاص حتصيب اللي تصيبه. ساعتها حيبدأ يعتذر عن الخطأ اللي صار مثلا. الاعتذار راح يكلفنا أكثر من إن إحنا نصبر على الردود أو نصبر على الكلام. الإنسان يفكر نفسه لما يصبر على الكلام ولا على الرد هو يعني بصعوبة يسوي هذا الموضوع. لكن الخبر السيء إنه الإنسان لما يتكلم ويستعجل في الكلام ويغلط، الأسف والاعتذار راح يكلفه عمره كله، وطول عمره لن ينسى له هذا الكلام ولا هذا الرد ولا هذا الموقف الكلامي الذي حدث. فهنا إذن التمهل وعدم الانتفاع هو أسلوب من أساليب الكلام والرد. آخر أسلوب في حلقة اليوم اللي هو أن الإنسان يتعلم المرونة في الكلام، وخاصة المرونة عند طرح الأشياء المختلف فيها. جالس أنا في نقاش والله أنا وزوجتي، أنا وأولادي، أنا وصديقتي، أنا وصديقي، أنا ومديري، يكون الإنسان مرن. إيش معناها مرن؟ معناها أن يستمع ويفهم ويكون جزء من الحلول، ما يتمسك برأي واحد. والله إذا في 10 آراء وهو شايف رأي واحد، والله ال10 آراء تخدم الجميع، مو مشكلة، أترك الرأي تبعي هذا وخليني مع 10 آراء هذولا وأنا متفق مع الآخرين، وأوصف أن أنا إنسان مرن بدل ما أتمسك أنا برأيي أنا بهذا الوحيد. طبعا هذه من المشاكل العظيمة جدا اللي نحن نقع فيها في أثناء الكلام، أن الواحد يتمسك بكلامه ويتمسك برأيه ويتمسك بموقفه ويتصادم مع الآخرين ويخسر. طب إيش الداعي؟ ما في حل آخر، يعني في حل واحد، في حل 2 3 4، فمو لازم نمشي من هذا الحل الواحد. إذا حل 2 و3 يناسب الجميع، معناها نحن الجميع لازم يعمل به ويأخذ به، لأنه دائما نحن لازم نكون مرنين. يعني المؤمن هين لين، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذه الألفة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إياها للمؤمن جاية من خلال مرونته، وأنه دائما المؤمن يفكر أن يكون جزء من الحلول وجزء من الخير وجزء من الأشياء اللطيفة في الحياة وجزء من الأشياء السهلة في الحياة، ما يكون أبدا من الجزء الصعب في الحياة. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كنت أنا معاكم خديجة برهان في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج خطوة، في موضوع جديد اللي هو أساليب الكلام والرد. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يجعل ألسنتنا دائما تنطق بما يحب ويرضى. أترككم في حفظ الله ورعايته، على أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد مع موضوع جديد ومتجدد في حفظ الله ورعايته. ha ha ha
إريتريا 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 قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها. إريتريا 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 قد داحرت بغيظهم أعداءها وتوجت بالنصر تضحياتها. مع الأعداء قد مرت من عهود غدا اسمها معجزة الصمود. فخر المكافحين إريتريا قد برهنت أن العلا لها. إريتريا إريتريا تبوأت مكانها بين الأمم بإصرارنا الذي جنى التحرير.